وعشان كده هنبتدي نفتح صفحة بيضة ونبتدي نقول يعني ايه ادمان ستات. ادمان ستات للمخدرات ليه توابع مجتمعية وثقافية، انطلاقا من الانغلاق المجتمعي اللي ادى الى الفجور. بمعنى انا مش بقول ان انا فقيهة في الدين، بس ربنا بيدينا ساينز معينة لازم نمشي فيها. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تفسيري أنا مش تدينا، تفسيري أنا العلمي للموضوع ده إنه دس المرأة والتعامل معاها كأنها نوع من أنواع العار ربى عند الست نوع من أنواع النفور البركاني اللي فجر الموضوع، خلاه بقى اكسبوجر كبير جدا.